اهلا يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ welcome back to my channel. النهارده انا جايه اكلمكم على توبيك التدوين او توبيك الجورنالينج، وانا بجد بكلمكم من اكسبيرينس. توبيك التدوين بجد دي كان من احلى الهابتس اللي انا قررت ان انا اعملها في حياتي، او ان هي تبقى حاجه ثابته في حياتي. النهارده هقسم لكم الفيديو ده لكذا بارت. اول حاجه هقول لكم يعني ايه الجورنالينج لو لسه مثلا حد جديد هنا او ما يعرفش يعني ايه تدوين او ما يعرفش يعني ايه جورنالينج، طريقتي انا في الجورنالينج ازاي او الحاجه اللي انا بستخدمها. تاني حاجه هكلمكم على قصتي انا مع الجورنالينج، ازاي بدات وايه الحاجه اللي خلتني افضل ثابته على الجورنالينج وازاي كملت عليه كل السنين دي. هكلمكم برضو على ازاي ان احنا نجورنال وازاي ان احنا نبدا نخلي الجورنالينج ده جزء من حياتنا كل يوم، تكون حاجه انتوا عايزين تعملوها. في الاخر خالص هقول لكم بنفيتس او الحاجات اللي انا استفدتها وتعلمتها من الجورنالينج وقد ايه هي اثرت في حياتي، كل حاجه انا بعملها من كليه من كل حاجه تانية في حياتي. طيب انا هقول لكم يا جماعه اول حاجه يعني ايه جورنالينج. الجورنالينج ده بالظبط عباره عن ان انا بيبقى معايا كراسه وقلم وبطلع كل حاجه في مخي وبكتبها على ورقه. الحاجات اللي في مخي دي ممكن تكون اي حاجه. اول حاجه ممكن انا او طريقتي انا في الجورنالينج، اول حاجه بكتبها هي اي ثوتس جت في مخي. يعني let's say for example في حاجه انا عايزه اتكلم عليها. يعني يا جماعه على فكره اصلا تعرفوا كل الفيديوز اللي انا كنت حاطاها على الشانل بتاعتي لحد دلوقتي، كل دي اساسا او كل المواضيع اللي انا كتبتها دي او اتكلمت عنها دي انا كنت عامله عليها جورنالينج قبل كده. كنت مثلا مره في يوم من الايام انا قاعده كده وفجاه سالت نفسي هو انا بالنسبه لي مثلا ايه معنى السكسس او النجاح، او ايه الحاجات اللي بتجيب لي هابينس او بتخليني مبسوطه، وبدات ان انا اجورنال عليها. انا عايزه افهم ماي ثوتس ريجاردنج الموضوع ده. او مثلا مره نزلت وسالت نفسي وانا بالنسبه لي فريندشيبس الكويسه بجد او الصداقه بجد الكويسه بتبقى عامله ازاي، وبدات ان انا اكتب عن الموضوع ده. فبدا ان انا اجورنال على ماي ثوتس او على توبيك معين انا عايزه اتكلم عليها. في حاجه انا ممكن اجورنال عليها ان انا على ماي ايموشنز اند ماي فيلينجز، يعني فتره انا مبسوطه فيها بجورنال عن الموضوع ده بكتب حصل في اللي حصل، انا ليه مبسوطه، ايه الحاجه اللي خلتني مبسوطه، الفيلينجز بتاعتي في فتره بالذات اكتر. ممكن دي اكتر حاجه فعلا الجورنالينج مفيده ليها لما احنا نكون متوترين او زعلانين او خايفين او اي حاجه وعايزين ان احنا نريح نفسنا شويه. بجد الكتابه او ان احنا نحاول اكننا بالظبط بنحكي لحد، بس احنا اكننا بالظبط بنحكي لنفسنا على ورقه، ان احنا نطلع كل اللي في مخنا والايموشنز دي كلها، وان انا افهم نفسي. ممكن مثلا انا اكون في فتره فيها انا فعلا متضايقه وانا مش عارفه انا متضايقه ليه، فابدا ان انا اجورنال عن الموضوع ده ان انا متضايقه. وخلال الكتابه انتوا اساسا مخكم يعني بيعرف انتوا متضايقين ليه، اكنه بالظبط كده بازل، واول ما تبداوا تكتبوا البازل دي بتبدا تتحل لوحدها. مثلا افترض بيكون في مخي مليان كميه حاجات لازم اعملها وشغل لازم اعمله ومذاكره لازم اعملها. في الفتره دي انا كده باخد كده مومنت بس بفتح ماي جورنال وبكتب طلع كل حاجه في مخي وبحطها على ورقه عشان بس احاول اطلع وافهم، افضي مخي من اي ثوتس ومن اي حاجه موجوده فيه، اكني بالظبط كده بفضي مكان في مخي. فدي حاجه تانية برضو ان انتوا ممكن تكتبوا الايموشنز بتاعتكم، الايموشنز الحلوه والايموشنز برضو اللي هي زي الزعل او التوتر او كده. حاجه يعني برضو للجورنالينج انا برضو بعملها، اللي هي ان انا بحتفظ بالميموريز بتاعتي من خلال الجورنالينج. يعني مثلا يا جماعه لو في موقف حلو حصل، رحت مثلا سافرت، عملت اي حاجه سبيشال بالنسبه لي، انا عايزه احتفظ بالايموشنز بتاعتي اللي انا حاساها دلوقتي وبالميموريز بتاعتي بتاعت اليوم ده او بتاع الموقف ده، عايزه احتفظ بيه على طول. ببدا ان انا اكتب الموقف ده على ورقه وان انا اطلع بجد احكي كل حاجه عن اللي حصلت في الموقف دي، زي كده بالظبط كده دايري، بكتب الحاجه اللي حصلت. يعني جبت مثلا درجه كويسه في كليه او في اي حاجه، الاتشيفمنت ده جورنال عن الحاجه دي. انا عايزه جورنال على الايموشنز بتاعتي على الدرجه اللي انا جبتها، بكتب بقى كل حاجه. بكتب مثلا ان انا اشتغلت وعملت كذا 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 واي فلت كده وحسيت كده، وانا مثلا بكتب بالظبط قد ايه مثلا انا فخوره من نفسي ان انا جبت الدرجه الكويسه دي. فبعد كده بقى يعدي سنين وارجع افتح مثلا النوت بوك دي تاني وابص على انا كنت كاتباه على نفسي، كنت بكتب مثلا او الميموريز بتاعتي او الايموشنز بتاعتي الاكومبلشمنتس بتاعتي. فدي حاجه تانية في الجورنالينج، ان احنا ممكن نكتب الانجازات بتاعتنا والاتشيفمنتس بتاعتنا برضه عشان نحتفظ بيها وعشان نفتكر احنا كنا حاسين ايه في الفتره دي لما الحاجه دي حصلت. مش لازم تكون حاجه حلوه بس اللي حصلت، ممكن يكون في مثلا موقف معين ضايقني وانا عايزه برضه اكتب عنه، فبرضه بكتب عن الموقف ده. تاني برضه بستخدمها للجورنالينج اللي هو موضوع الريفلكشن. ببدا ان انا ريفلكت على الحاجات اللي بتحصل في حياتي. لو انا مثلا عملت انجاز معين، لو انا عملت غلطه معينه مثلا، او ان انا عملت مشكله او في مشكله معينه حصلت في حياتي، ابدا ان انا ريفلكت عليها، اشوف المشكله دي مثلا حصلت ليه. ابدا ان انا وانا بجورنال لوحدي اوتوماتيكلي ممكن الاقي مثلا حل المشاكل، ابدا ان انا افهم نفسي اكتر، اتعلم عن نفسي اكتر، الاحظ الاغلاط اللي انا عملتها واحسن من نفسي. كل ده يا جماعه بيجي بالجورنالينج. انتوا بس ابداوا اكتبوا، وبجد هي في الاول ممكن تحسوا ان انتوا مش عارفين تكتبوا ايه، بس بعد كده مع الوقت هتحسوا ان انتوا لا، انتوا فعلا بتلاقوا حاجه تكتبوا عنها وعايزين تكتبوا وعايزين تطلعوا كل اللي جواكم وتفهموا نفسكم وتفهموا الايموشنز بتاعتكم. حاجه ثانيه في الجورنالينج ان انا استخدم جورنال برومبتس. جورنال برومبتس دي يعني ايه؟ لو فتحتوا جوجل، لو فتحتوا بنترست، اي حاجه وكتبت جورنال برومبتس، هي بتبقى بالظبط عباره عن
اسئله هي اساسا معموله للجورنالينج. مش عارفين تكتبوا عن ايه، تجاوبوا على السؤال اللي مكتوب ده. مره في سؤال قريته what does happiness mean to me يعني، وانا عملت اصلا فيديو مخصوص على ماي يوتيوب شانل، ممكن بعد ما انا جاوبت اصلا على الجورنالينج. فدي حاجه تانية ان احنا ممكن نستخدم جورنال برومبتس. وانا اي انكورج يو يا جماعه جدا، لو انتوا لسه في البدايه بتبداوا جورنالينج او اول مره جورنال، او انتوا لسه مش عارفين تكتبوا ايه او كده، استخدموا في الاول جورنال برومبتس. طلعوا اسئله اوريدي ناس كاتباها وابداوا ان انتوا تجاوبوا على الاسئله دي. هيطلع لكم كميه اسئله جورنال برومبتس بكل التوبكس. في حاجات مثلا مورنينج جورنال برومبتس، حاجات مثلا تكتبوها اول ما تصحوا، بالسيلف ديسكفري، حاجات عشان تكتشفوا نفسكم. في حاجات ليها علاقه بالستريس جورنال برومبتس، لو انتم متوترين وخايفين وعايزين اسئله تجاوبوا عليها وتريحكم كده شويه. مثلا جورنال برومبتس لما تحسوا ان انتوا تايهين وان انتوا يور لوست وان انتوا مش عارفين تعملوا ايه، وان انتوا عايزين حاجه كده تجايد يو ان انتوا تطلعوا اللي في مخكم او تفهموا نفسكم اكتر. هي شويه يا جماعه انتوا اوتوماتيكلي هتلاقوا نفسكم ان انتوا عايزين تكتبوا من غير برومبتس. لحد دلوقتي على فكره، مع اني انا بجورنال بقالي 4 سنين، بس انا لحد دلوقتي ساعات في اوقات بكون عايزه فيها جورنال برومبتس، مبقاش في حاجه في مخي بكون لسه عايزه اكتب حاجه، فبفتح مثلا وبشوف اي جورنال برومبت مكتوبه وبجاوب عليها بنفسي، وبقعد كده وبجورنال وبطلع ماي ثوتس وبفهم نفسي وبشوف بالظبط كده، بكونكت مع نفسي وبعرف انا بفكر ازاي. ثانيه دلوقتي انا عملتها ليها علاقه برضو بموضوع الريفلكشن، ودي حاجه انا بعملها كل شهر. ويعني يا جماعه بجد انا اي انكورج يو ان انتوا تبداوا بجد تجاوبوا على الاسئله دي كل شهر. انا عندي حاجه اسمها مونثلي جورنال برومبت. مونثلي جورنال برومبت دي صراحه انا اصلا مش انا اللي اخترعتها، يعني انا لقيتها في مكان مره، حد يعني كان قايلها ان احنا كل اخر شهر نبدا ان احنا نجاوب على الاسئله دول، وده نوع من الجورنالينج، بس ده بيتعمل مره كل اخر شهر. الجورنالينج ده اكني بالظبط كده بسال نفسي اسئله على الشهر اللي فات وازاي ان انا ممكن احسن للشهر اللي جاي. انا عايزه اقول لكم على الاسئله بتاعتي او البرومبتس اللي انا بجاوبها كل شهر، عشان فعلا احس ان انا كل شهر عندي I give my all لكل شهر، وان انا فعلا اعمل انجازات لكل شهر، وما احسش نفسي ان انا ضيعت حاجه او ان انا I wasted time. اول سؤال بساله لنفسي مثلا، خلينا نقول دلوقتي احنا في شهر 6، بقول لنفسي describe a month in one word. يعني انا لو هدسكرايب او هوصف الشهر اللي عدى ده في كلمه واحده، هقول ايه عن الشهر ده؟ في مثلا شهور عندي كانت ان هي I would describe it يعني ان هو مثلا كان fun او ممتع، يعني ان هو كان productive، هو كان stressful شويه، happy مبسوطه whatever. فانا بس هختار كلمه ادسكرايب بيها الشهر ده. تاني سؤال بساله نفسي هو ايه الهايلايتس اللي حصلت في الشهر ده، يعني ايه هي اكتر حاجات يعني كانت حلوه، هي بجد كانت هايلايت وكانت حاجه بالنسبه لي انا عايزه على طول افتكرها وعايزه اكتبها دلوقتي. ثالث حاجه بسالها هي الحاجات اللي حصلت في الشهر ده اللي خلتني فخوره من نفسي. ممكن يكون حاجات ليها علاقه بكليه، ممكن طبعا يكون ليها علاقه بحاجات تانية. رابع حاجه بسال نفسي ايه الحاجات اللي انا اتعلمتها في الشهر ده، ممكن تكون حاجه واحده بس مش لازم تبقى حاجات كتيره يعني. حاجه تانية بسالها هي ايه الاماكن في حياتي اللي انا شفت فيها اكتر تحسن او اكتر امبروفمنت. ممكن مثلا اكتر امبروفمنت شفته في شهر مثلا كنت ملتزمه مثلا بالاكسرسايز. شهر ممكن اكتر مكان شفت فيه تحسن في مذاكرتي او في الكليه بتاعتي. حاجه تانية برضو بسال نفسي هي ايه اكتر حاجه في الشهر ده حسيت ان هي صعبه وحسيت ان هي تشالنج ممكن تكون وترتني، وازاي اتعاملت مع الحاجه دي. بعد كده بسال نفسي هو من بالظبط 1 ل 10 ازاي هريت الشهر ده. في مثلا شهور اديتها مثلا 10، في شهور اديتها 7، في شهور اديتها 4. فعلى حسب الشهر ده انا كده بشوف الشهر ده هديله كام من 1 ل 10. اخر سؤال بساله نفسي بقى عشان احسن الشهر اللي بعديه، بكتب ايه هي الحاجات اللي انا ممكن احسنها للشهر اللي جاي. فدي المونثلي برومبتس دي او الحاجات اللي انا بعملها في اخر يوم من كل شهر، ساعدتني جدا ان انا الاحظ ايه الاغلاط اللي انا بعملها، الاحظ ايه الانجازات اللي انا بعملها، الاحظ ازاي ان انا ممكن احسن من نفسي واحسن نفسي للشهور اللي جايه واللي جايه. وكمان يا جماعه حاجه حلوه قوي انا كنت بلاحظها يعني بعد كده، ان انا اخر السنه خالص لما بفتح الجورنالز بتاعتي تاني وبقرا اللي انا كنت كاتباه، وبالذات جزء الهايلايتس ده اللي هو ايه الهايلايتس بتاعت الشهر ده، بشوف كل شهر انا عملت فيه ايه، او بشوف كل شهر فعلا ايه الحاجات الحلوه اللي حصلت فيه. في اخر السنه مثلا بقول الله انا في الشهر ده عملت كذا، الشهر ده عملت كذا، الشهر ده مثلا كنت متوتره فيه شويه بس عملت كذا كذا كذا، الشهر ده كان صعب. ببدا ان انا اشوف السنه بتاعتي كلها كده بسبب الجورنالز بتاعتي دي. لان احنا يا جماعه مخ الانسان بينسى، احنا عمر ما حد فينا هيفتكر كل حاجه بتحصل في حياته الا لو احنا كتبناها، احتفظنا بيها في حته. الجورنال ده حاجه سبيشال جدا ليكي انت بتكتبي كل يور ايموشنز، كل يور ميموريز، كل حاجه، ودي حاجه برايفت ليكي انت، وحاجه يعني خاصه بيكي انت بس اللي بتقريها، انت بس اللي بتفتحيها، انت بس اللي بتكتبي عنها. في فتره الجورنالينج دي يا جماعه لازم تكونوا اونست مع نفسكم على قد ما تقدروا. يعني انتوا دلوقتي الشخص اللي انتوا بتكلموه في الجورنالينج ده هو نفسكم، انتوا بس بتكتبوا وبتكلموا نفسكم، فلازم تكونوا as honest as possible. يعني لو في حاجات مثلا انتوا مش عارفين تحكوها لحد، ابداوا احكوها لنفسكم من خلال الجورنالينج ده. ودي حاجه انتوا هتبقى كانها بالظبط كده ريليشن شيب مع نفسكم، انتوا بتحاولوا تفهموا نفسكم، بتحسنوا من نفسكم، بتحتفظوا بالميموريز بتاعتكم. ابداها لكم بيها يعني. هي قصتي انا مع الجورنال، والتيرنينج بوينت او الموضوع ده كله بدا امتى او حصل امتى. فتره الكورونا اكيد كلنا عارفين وقتها كان اي ثينك 2020. طبعا كنا في كوارنتين، ما كانش حد يطلع من البيت، مش عارفه ايه وكده. وقتها حتى كنت لسه في مدرسه، ما كنتش لسه خرجت من المدرسه، كنت وقتها في جريد 11.
المهم يعني فكان فتره بقى دي خلاص المدرسه طبعا وقفت وخلاص مش بننزل حته وكده، فانا كان عندي امتحانات، كنت لسه لازم اذاكر في البيت. يعني الفتره دي انا كنت متوتره فيها، وعلى طول كنت بحس ان انا عندي انكزايتي وخايفه وستريس وكده. فكنت على طول بسمع الناس بتتكلم على موضوع التدوين او موضوع الجورنالينج ده، فبس عمري ما قررت ان انا يعني ابدا فعلا اخده بجديه واجربه. يعني اي ثينك ان انا ممكن مثلا جربته يوم ولا يومين ولا حاجه، بس عمري يعني ما ثبت عليه، وعمري ما حسيت ان هو فعلا جاب لي اي فايده. في الفتره دي قررت ان انا خلاص، قلت لنفسي خلاص خليني اجرب الجورنالينج وابدا فعلا ان انا افضل ملتزمه بيه، فعلا اجورنال كل يوم واجرب الهابت دي واشوف لو هي فعلا حاجه هتنفعني ولا لا. فبدات في شهر 6 اللي هو كان 2020. طبعا في الاول شهر ده ما كنتش ملتزمه خالص، كنت مثلا بجورنال يوم و10 لا. اكيد بعد كده عند شهر 7 اللي هو الشهر اللي بعديه على طول التزمت بالجورنالينج لمده شهر كامل. قلت لنفسي ان انا هجورنال كل يوم، حتى لو جمله واحده بس هكتبها، هجورنال كل يوم لمده شهر وهشوف بعد كده ايه اللي هيحصل. فانا يا جماعه عايزه اوريكم ايه اللي حصل من الشهر الوحيد اللي انا عملت له جورنالينج ده. عايزه اوريكم ده ادى الى ايه. شهر الجورنالينج ده يا جماعه ادى الى كل ده. قعدت بالظبط 4 سنين كل ده الجورنالينج اللي انا عملته في 4 سنين. الجورنالينج بالظبط كده عامل زي الدومينوز، بداتوا مره وعملتوها صح وفعلا لقيتوا المعنى فيها، كده عمركم هتعرفوا تبطلوا. هتكونوا انتوا كل يوم من نفسكم عايزين تجورنال وعايزين تبداوا ان انتوا تكتبوا وان انتوا تطلعوا كل اللي في مخكم وتحطوه على ورقه. فده بجد كان التيرنينج بوينت بتاعتي. الشهر الوحيد ده بس اللي انا قررت اجورنال فيه كل يوم ادى ان انا افضل اخلي الجورنالينج دي لحد دلوقتي، ويعني كانه بالظبط جزء من البيرسوناليتي بتاعتي، يعني جزء من الايدنتيتي بتاعتي ان انا سلمى بجورنال. دي يعني كانت بس قصه صغيره، يعني كان ممكن يبقى انسبيريشن ليكم انا ازاي بدات الجورنالينج اساسا. انا عايزه اديكم شويه ادفايس ازاي اخلي الجورنالينج ده فعلا جزء من حياتي والتزم بيه. انا بس عايزه اقول لكم ان الجورنالينج ده مش لازم ان انا اقعد واملى صفحات من الكراسه بتاعتي او كده، لا خالص. بجد في ايام انا ممكن بيكون ليا مزاج اجورنال فيها اكتب جمله واحده بس، في ايام انا ممكن اقعد ساعات وساعات، بجد في ايام كنت ممكن اقعد فيها ساعتين كاملين قاعده بس بجورنال وبكتب كل حاجه في مخي، وايديا بعديها كانت بتوجعني، بس يعني كنت بعملها على حسب اليوم. do not be very hard on yourself في الاول، خدوها كده ستيب باي ستيب وخدوها بالراحه. ازاي احاول ان انا اخليها هابت في حياتي؟ ثبتوا يا جماعه اليوم اللي انتوا بتجورنال فيه. يعني انا مثلا زمان كنت بحب الجورنال الصبح، دلوقتي لا، دلوقتي بقيت احب الجورنال بالليل. بقعد كده مثلا بعد خلاص ما اخلص كل حاجه انا لازم اعملها في يومي، بقعد كده على المكتب بتاعي، بقعد بقى ان انا اجورنال على اليوم بتاعي ماشي ازاي، ايه الحاجات اللي انا عملتها اللي كنت فخوره بيها في يومي، ايموشنز، بكتب ماي ثوتس، بكتب اي موقف مثلا ممكن يكون ضايقني او فرحني. اليوم خلص وانا دلوقتي بفضي مخي من اي حاجه، عشان بعد كده اليوم اللي بعديه بقى لما اصحى خلاص ما احسش انه في اي حاجه accumulated في مخي او في اي حاجه موجوده وانا متوتره ولسه بفكر فيها. وبجد يا جماعه بتفرق في your stress. يعني اليوم التاني لما بتصحوا بتحسوا اللي هو لا، انتوا فعلا تحسوا ان انتوا كده ايه، اكنكم بقيتوا لايتر كده، مفيش هم عليكم او بيردن عليكم. لان انا بثبت كل يوم الوقت اللي انا بجورنال فيه. انا بالنسبه لي الوقت ده بيبقى بالليل. حاجه ثانيه يا جماعه برده ممكن تخلي الجورنال حلوه وحاجه انتوا عايزين تعملوها، ان انتوا تو رومانتسايز ذا بروسيس. يعني ايه؟ يعني مثلا لما انتوا تيجوا تعملوا الجورنالينج حطوا مثلا كاندل، حطوا شمعه، اعملوا شاي، حطوا لايتس حلوه مثلا في الاوضه عشان تخلوا الجورنالينج دي هابت. وخلوا معاكم تشيك ليست. يعني مثلا ابداوا باسبوع، مش لازم شهر، ابداوا باسبوع وخلوا معاكم تشيك ليست، وابداوا ان انتوا تعملوا تيك او اعملوا تشيك على كل يوم تخلصوا فيه. وبعد كده اخر الاسبوع اقروا اللي انتوا كتبتوه، شوفوا فعلا نفسكم انتوا دلوقتي حاسين نفسكم احسن. انا عايزه اقول لكم ممكن ده اكتر بوينت انا مستنيه اصلا في الفيديو ده كله، البنفيتس، الحاجات اللي فادتني قوي من الجورنالينج ده. والبنفيت ليه ان مثلا عدي وقت فتره معينه وتيجوا تفتحوا تاني الحاجات اللي انتوا كتبتوها مثلا من سنه او من سنتين، وتيجي تبصوا على اللي انتوا كتبتوه او من شهر حتى، تحسوا نفسكم بجد ان انتوا بتكبروا كانسان، بتكبروا، تفكيركم بيتغير، your emotions بتتغير. بتلاقوا مثلا فتره فيها كنتوا مثلا فتره صعبه وكنتوا بتجورنال على طول قد ايه مثلا الفتره دي صعبه وكده، وبعد كده بعد ما عديتوا من الفتره دي شوفوا قد ايه الوقت مثلا الفتره دي كنت كده والفتره دي لا انا بقيت دلوقتي احسن بكتير. وان احنا عمرنا ممكن ما نلاحظش فعلا الحاجات دي، ان احنا قد ايه احنا اتحسنا وكبرنا واتغيرنا وكده لو ما كناش كاتبينها في حته. فدي حاجه جميله جدا ان انتوا بجد بتشوفوا الجيرني بتاعتكم في الحياه، بتتعلموا ايه، عدوا بايه. تاني حاجه دي مره سمعت حد بيقولها اكشلي، كان بيقول يعني انه الجورنالينج از لايك ماي اون بيرسونال ثيرابيست. يعني ايه؟ يعني زي كان بالظبط الجورنالينج ده هو الدكتور النفسي بتاعي انا. اصل هنا ما فيش حد في الحياه دي هيفهمكم اكتر من نفسكم، انتوا هتفهموا نفسكم من خلال الكتابه، بتفهموا نفسكم، بتشيلوا اي بيردن من عليكم، تتعلموا انتوا فين الاغلاط اللي عملتوها وازاي تتحسنوا، سيلبريت الاكومبلشمنتس بتاعتكم والحاجات الناجحه اللي انتوا عملتوها. بجد بحس فعلا جورنالينج از ماي ثيرابيست. يعني في اوقات مثلا لو انا خايفه او متوتره فيها بحس اللي هو يعني مهما يحصل انا عندي الجورنالينج بتاعي هرجع له وهكتب فيه، وانا عارفه ان انا يعني ان شاء الله بعد ما اكتب الحاجه دي او اطلع كل اللي جوايا ان انا هحس ان انا احسن دلوقتي وكده. 100% الشخص اللي قال الجمله دي ان journaling is your personal therapist
يعني دي صح جدا. انا كمان حاجه تانية برضو عايزه اقولها، ان انتوا لما تبقى الجورنالينج بالنسبه لكم هابت، لما تعدوا ايام من غير جورنالينج انتوا بتحسوا ايه ده، اكن في حاجه ناقصه، اكن ان انا لازم اعمل حاجه وما عملتهاش، لانه فعلا للدرجه انتوا بتبقوا اتاتش ليها للهابت دي، وبجد بتحس ان هي جزء من حياتكم. وانس ان انتوا تعملوها صح فعلا، وانس ان انتوا تبداوا تبراكتس كل يوم. ذاتس ات يا جماعه، ده كل حاجه ليها علاقه بالجورنالينج. اي هوب ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وتكونوا اتعلمتوا شويه عن الجورنالينج، او ان انتوا حتى تبداوا نفسكم تجورنال. وحاجه يا جماعه عايزاكم تعملوها بجد النهارده بقى، تروحوا تجيبوا نوت بوك وتجيبوا قلم، حتى تجورنال على الموبايل على اللابتوب، الطريقه اللي تريحكم. اي ونت بجد ان انتوا ممكن ترجعوا للفيديو ده بعد كده تاني، مثلا خلينا نقول بعد اسبوع او بعد شهر، وتكتبوا لي فعلا اذا انتوا بداتوا جورنالينج، لو انتوا حسيتوا في تغيير حصل في حياتكم بسبب الجورنالينج، اكتبوا لي في الكومنتس. يعني اكيد I'd be happy ان انا اعرف your journey مع الجورنالينج عامله ازاي. اشوفكم ان شاء الله في the next video. باي باي.